أهلا بكم مشاهدينا الكرام في القصة الخامسة اللي غادي ندخلوا ليها بإذن الله، ولكن غادي نعطيكم الخلاصة ديال هاد 4 الحلقات اللي دازت. الخلاصة ديالها إلا رديتو البال، هاد الولد زهير ملي مات باه أمو بدات كتعطيه من هذيك القيمة ديال الفلوس كيتسوق بها واحد 3 المرات، ضيعها كلها. يعني ماشي ضاعت، استفد بها، يعني شري بها هادوك النصائح او الوصيات. دابا زهير الا لاحظتو بحال هو كيحلم، عارف بان غادي يوجه الحياة، غادي يوجه للصعوبات. بحال لا شي واحد نبهو قال ليه راه الحياة صعيبة، راه خصك تجد ليها. هذه هي الفكرة ديالي انا. زهير فاق وعايق، حسب شي حاجة مازال كتسناه في الحياة ديالو، هي دوك النصائح غادي يخدم بيهم واخا. ولكن حتى من مو ملي ضيع هذيك القيمة ديال الفلوس وما بقاش فيها الحال، ملي شافتهم موتر، لأن كان كيجي عندها في الآخر ديال السوق، جا كيبكي ندم علاش حتى السوق ما تقدى حتى حاجة للدار، والدار ما بقى فيها والو ملي مات باه، وهو الوحيد اللي خصو يتسوق، وكان صغير في السن ديالو، يعني بحال غنقولو 20 عام. هي هذيك دابا القيمة ديال الرضا، والقيمة ديال الطاعة، والقيمة ديال الأدب. يعني الإنسان لما كيكونوا فيه هاد المسائل كلها، راه لابد ربي سبحانه وتعالى لابد كينجح في حياته، لأن خاصنا يكون فينا أدب وكنطيعوا والدينا، وبحال هكذا راه كيكون الخير وأمان في حياتنا. يعني هنا فين كيبان الشاب أو البنت أو كذا واخا. ولكن ملي ما بقى عندهم حتى شي حاجة ما يصرفون، فرضت عليه بينما غادي ينوض في الليل، غادي يمشي لدار جدو، لا غيمشي عند جدو باش يجيب باش يتقوتو، ما بقى عندهم والو. والدار اللي فيه جدو مسافة كبيرة وما عمر مشى ديك الدوار، يعني كاين واحد المسافة. ملي قال لها راهاني ما كنعرفش الدار، قالت ليه غادي تركب انت غير على هذاك الحمار، وغادي تخليه غيمشي غير بخاطرو، وراه ما غادي يوقف بك حتى للدار ديال جدك. وهكذا كنيت. وإلا رديتو لبالكم معايا، دابا الحمار فاهم قاري، والناس لما شي واحد كيبغي يعير شي واحد كيقول ليه حمار او لا حماره. هو هاد الناس ديال اليوم لو كان غير كانوا حمار ولا حماره بهذاك العقل اللي عند الحمير، راه نيت لاباس عليه. ولكن كنشوف حتى هاد الناس اللي كنقول لهم اللي كيقولوا ناس حمار، راه ماشي كيتسحق تقول ليه حمار، قول ليه حمق، هبيل. لان الهبيل والحمق هو ما كيبقاش عنده العقل، هو اللي ما كيبقاش عنده العقل، ما عنده ما يعطي. اما الحمار عنده ما يعطي الا ربيتيه. الا رديتو بالكم معايا في الايام ديال الحسن الثاني في الثمانينات والسبعينات والستينات، راه كانت مناطق ديال الباديه كلها حمير، اللي ما عنده 4 3 كتلقى عنده واحد. أي دار ضروري من الحمار تكون في البادية، أي واحد. وهادوك الحمير في ديك الساعة هما باش كيحرطوا الناس، هما اللي كينقلوا بهم أغراض ديالهم، هما كيتسوقوا بهم، هما علاش كيركبوا، هما اللي كيهزوا الميت، هما اللي كيهزوا أي حاجة. هادوك الحمير اللي كنسميهم مجموع البهايم، يعني الحمير والبغال، هادو هما التنقل اللي كان في ديك الأيامات. إلا كانت في المغرب ديك الساعة 20 نسمة، 20 مليون نسمة في هذيك الوقيته، غادي نعطوا للبهيم هما الحمير، غادي نعطيهم 10 المليون حمار اللي غادي يكونوا في البلاد ديال المغرب، لأنه هما اللي كانوا باش كيتنتقلوا الناس ديك الساعة في السبعينات والستينات. وباش غادي نقولوا هذا الحمار حمار وكنقولوه حمار، اي واحد دابا دار لنا شي حاجه زعما راه مكلخ كنقول ليه حمار، لا اخويا ماشي حمار. لو كان غير حمار لا باس عليه،
قولي حمق، ما يعطي ما ياخذ والو، مسالي. اما الحمير كانوا في الايام ديالنا حنا كنخدموا بهم، كنحرطوا بهم، كنهزوا بهم بزاف الحوايج. هذوك الحمير كتركب عليه يوصلك وكيحن فيك وكيعرفك وكيحن عليك، يعني كيعمر ديك الدار اللي هو فيه، كيحس بك ملي كتجي كيطلق ديك سميتو ديك الصيحه ديالو، كيحس بك. سبحان الله العظيم. واخا ملي ركب هذاك الحمار كيما قالت ليها مو، مشى لدار جدو، ما غادي يوقف بصح حتى لباب الدار ديال جدو. جدو هو غير سمع داك الحمار قال اهلا بنتي، حيت عارف الوحيده اللي غتجي عنده هي بنته. شوف القيمه. وملي ما كانتش هي، ولد بنته هو اللي قال ليه جدي راه انا زهير ولدها هذا اللي جاي. قال لي مرحبا بولدي. هو يفرح، نزلوا بالفرح وبالبكا، يعني شي حاجه خاصه. زهير على بال، يعني بحال غتقول عنده 40 عام في عقل ديالو، بحال غتقول دوز تجربه، بحال تقول هذا راه كان كبير ودوز تجربه، عارف وما عارف مسكين والو، ولكن كيتمنى داكشي اللي كيسمع غادي بيه في الحياه ديالو، عارف بان ما الحياه كتسناه. وهي هذيك ملي دخل لدار جدو القلمان. ملي القلمان اشنو قال مع راسو؟ قال هذه هي الوصيه الاولى، لا تآمن لا تستامن في بلاد الأمان. بلاد جدي، دار جدي فيها الأمان، ولكن ما غنطيقش. شتي ما غيطيقش واخا دار جدو. بدا كيدور وكيشوف وكيحقق فين غيكون هذا الخطر، وبدا كيدور وهي هذيك. ولكن ملي بدا كيقلب لقى الدليل. فين غادي يلقى الدليل؟ غادي يلقى عند الهبيل خالو، لأن هاد الولد كان فيه وصفات زوينين، وكان شاب يعني طموح، يعني كما كنقولوا حنا ظريف. ملي كيكون الانسان ظريف كاع الناس كيحبوه، وكيجيب الحقيقه وكيجيب معلومات، والشله ما كيجمعها في هذاك المخ ديالو ملي كيكون الانسان ظريف. راه شوفوا، راه الانسان ملي كيكون ظريف راه في بالو العجب، ولكن حتى واحد ما كيجيب ليه خبار، داكشي كيخزن لراسو. خلى داكشي كله، وملي مشى، انا غادي نعطيكم غير الخلاصه ديال الانسان في الدنيا. ملي كيبغي يوصل لا بدا كيوصل بهاد الطريقه هذه كيوصل. راه دابا شي واحد دابا كتقول ليه ايوا دير العام الجاي، كيقول لك انا نعيش غير اليوم او لا غير هاد الشهر، من هنا العام الجاي فتح الله ما عمر غادي توصل. هذا كيبني، هذا عارف الحياه، عارف بينما مازال غادي يعيش. هي هذيك ملي غادي يمشي عند داك الرعاة، يعني عطاهم ما عنده، التدريوشات ديالو، الظرافات ديالو، لعب معاهم، ضحك معاهم، دخل ليهم في قلوبهم، دخل ليهم في عقولهم. علاش؟ بحيث كما كنقولوا ظريف، بحيث بنادم ظريف ما تخافش عليه. ملي حسوا به شكاو بخالو اللي كيدير زبايل، اشنو كيدير، اشنو كيفعل، هو غير كيقيد وكينسى. دار داكشي كله في الدماغ ديالو وخلاه. ملي كيتلقى مع جدو، ملي كيبدا يعاود، ملي كيتعاود مع جدو في الليل، ملي كيقول ليه جراها اشنو كاين، خلى داكشي. وحتى جدو عارف بان ما ولدو مزبرها، عارفو بان ما هبيل، داكشي اللي كيدير ماشي ديال العقل، الهبال، وما عنده ما يدير، بحيث كان بصير وكيتمنى شي واحد يساعدو. هو زهير اللي جابو ليه الله. ولكن من المحبه ديال الولاد، حتى الوالدين ما كيقدوش يقولوا شي حاجه خايبه على ولادهم. ها هما عارف، الوالدين كيعرفوا ولادهم فيهم شي حاجه خايبه، ولكن ما كيقدوش يقولوها للناس اخرين. يعني داك العيوب ما كيقدوش يقولوها للناس اخرين، كيخليو داك الشيء بجسمهم او لا في عقولهم. هكذاك زهير في الاخر. زهير ملي عارف راسو بان ما غيكون الخطر، حتى الفقيه ملي لقاه بالفقيه، يعني ملي لقاه جدو مع الفقيه، بدا هذاك النهار كله كيتعاود مع الفقيه
القصة كلها. حتى هو قال ليه اشنو مشكل، قال ليه ما يمكنش نقرا نبقى في الجامعة 24 ساعة 24 ساعة، راني جدي خصني نخرجو نديرو نفعلو نعاونو، رانا خايف عليه. قال لي علاش تخاف عليه؟ قال لي ها شنو كاين المشكل؟ قال لي هكذاك. يعني الفقيه تا هو جاب خبار اشنو كاين، زهير كل حاجة كيحطها في بلاصتها. هي هذيك في هذيك الليلة في الاخر اللي غادي يوقع المشكل، جدو قال له ولدي راني ان شاء الله في الفجر غادي نوضو، غادي توصلني عند خالك فين كاينه البهايم، كاينه مسافه طويله، غادي يخرجوا في الليل، غادي يشد بيدي غادي يوصلوا. وملي وصلوا عند هذوك السراحه ولا هذوك الروعه ما بقاش معاه، بحيث ما بغاش يشوف خالو وجدو كيتخاصموا، بحيث هذاك ولدو هذاك باه شغلهم هذاك، الاحترام خلاهم شغلهم هذاك. هو اشنو غايدير؟ غادي يوصي هذاك الروعه، غادي يقول لهم الله يخليكم ردوا بالكم لجدي راه بصير يعني اعمى كيشوفش. ولكن للاسف شديد ملي بدا المشيجار مع ولدو بدا كلشي كيدوي، بدا كلشي كيهز يديه، بقى فيه الحال. يعني الا تبعتوا القصه راه غتعرفوا علاش كندوي. ملي بقى فيه الحال جدو يعني بدا كيضرب بيديه وبرجليه، وبقى فيه الحال داكشي اللي تسرق ليه وداكشي اللي ضاع عليه، شكون اللي ضيعوا ليه كبدتو، هو اللي ضيع عليه داكشي. ومسكين ما عاقش، جا رجع اللور ما كيشوف شيء، عكلته حجره في واحد الحاشيه هو يطيح. هي هذيك فاش غادي يموت. ملي مات الزهير هو فاش وصى عليه هذيك الرعى جا للدوار، مشى للمدرسه ديالو هي الجامع. شويه وصلت ديك العشيه كيسمع الغوات شنو هو هازين الميت جايبينو للدوار جايبينو للدار. اشنو كان الهبيل ناوي؟ كان ناوي غادي يجيبو، غادي هو اللي غادي يتهمو بهذيك الموت ديال جدو. ولكن الزهير على بال شتت مواضيع داك الشيء فرش ليه كله. جاو الناس كيغوتوا اشنو هادشي، لا اعمامات لا اعمامات لا اعمامات، بدات الناس كتجمع وبدات الغوات وهادي وبداو صحاب القانون تا هما داخلوا، يلا شكون اللي قتل هاد السيد، اشنو السبب ديالو، بدا البحث. بداو كيقولوا زهير. ولكن هذوك الرعاة اللي كانوا مع زهير عارفين مول الامر اللي غادي يكونوا مع اللي غيتعيشوا معاه هو الزهير، اما الاخر غينتهوا منه. قالوا لي ها مول المشكل، ها هو هذا هو المشكل، هو اللي جعلو يعني تتعصب وفقد الامل ديالو وما حسب والو، يعني بحال دفعوا شي واحد. اي هذيك نيت جا الفقيه حتى هو بالشهاده ديالو قال لهم صح، هادشي اللي قالوا الناس مو المشكل هو الهبيل. هذيك الساعه الحاكم حكم على الهبيل غادي يمشي للسجن، وغادي يبقى زهير في امان الله. ديك الساعه نيت ها حنا غادي ندخلوا في القصه الخامسه. لاحظتوا ها الخامسه. ها زهير غادي يبقى غتليم عليه يعني من هك ومن هك، ولكن كيتمنى هو ديما يكون راجل. والفقيه ما تفرقش عليه في هذيك الشده. هي هذيك الساعه فكر في مهمته كيفاش غادي يدير. غادي يصيفط بعض الناس من الاعوان ديالو نيت هو نيت غادي نعت لهم اين دوار فين كاينه فين كاين لان كاين مناطق كبيره والدوار بعيد، ماشي بحال دابا كلشي تبارك الله حنا كنعرفوا دابا الدواور المدن. الناس ديك الساعه ما كتعرفش مناطق وما كتعرفش حتى دواور. شتي يفوت الانسان غير 5 كيلومتر ما كيعرف حتى واحد الصلاة على النبي والو، ما كاينش تنقل، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينش بحال المعرفه بحال اليوم الحمد لله. صيفط ليه، جات في هذاك الصباح، جابها في هذاك الصباح حضرات، وبقات في هذيك الوقيته ديال الموت يعني في هذاك الجنازه حتى بردات القضيه شويه بشويه. بردات يعني كتعرف الموت بواحد الوقيته كتطلق في العوان. المهم بردات القضيه. اللي مات الله يرحمه واللي بقى الله يعاونه. صافي ها حنا الحياة جديدة غتبدا مع زهير مع الموضوع الجديد. ها القصة الخامسة. زهير
ولو داكشي كله ما غادش يفرط في القرية ديالو، خصها يوصل لبلاصة اللي كيتمنى يوصل ليها. ديك الساعة رجع للجامع، لأن بدا هذاك الجامع بقدرة إلهية بدا كيتعرف في هذيك المنطقة، وهذاك الدوار بدا كيضربوا به الناس المثال، الدوار فلاني، وبدا كيضربوا الناس المثال بهذيك المدرسة اللي هي الجامع، وبداو الناس كيضربوا مثال بهذاك زهير، ولا تعرف لهذيك المنطقة. يعني هذاك الدوار بدا كيكبر في الأدمغة ديال الناس في هذيك المنطقة، وبداو جمعيات والمعاونات والزكاة والخيرات والطلبة، يعني حتى الطلبة كيتزادوا كيجيو من جهة أخرى لهذاك المسجد، حتى ولات فيه واحد الخير ديال ربي للتلاميذ، وهزهم بالمونة، حتى المونة مولين الدار هما اللي هزوا دوك الطلبة بالمونة، لأن كتعرفوا المسجد ديال بكري ما كانش مسجد كيسير على راسو، كانوا الناس هما اللي كيسيروا على داك المسجد. يعني كل طالب، بحال مثال دابا نعطيكم مثال هادشي عشناه، حيت انا دزت من الجامعه. الدوار اللي كانت فيه 50 كانون، هذيك الساعه 50 كانون، كل واحد كيهز طالب، 50 كانون ب50 طالب، كل دار كتهز تلميذ بفطورو بغداه وبعشاه. نقولوا سبحان الله العظيم، كان الخير ولو الخير كان قليل، وبنادم ضروري كيضرب. شوف ما غادي يبقاو بلا الصباح ما يديروا الفطور، يخص هذاك الصباح هذاك التلميذ من الجامع غينوض الصباح يغسل وجهه، غادي يجي هذاك الدار يدق يعطيوه فطور ديال الصباح، وغادي يمشي غادي يفطر، غادي يغسل داك المعان، وفي الغداء عاوتاني في الغداء غادي يجي يوقع الدار يعطيوه غداء، وغادي يمشي عاوتاني يغسل داك المعانات. وفوق هي في الحقيقة ما كاينش العشاء، كان بحال كنقولوا كاسكروت، يعني العشية بحال كنقولوا الكوتيا أو لا كاسكروت، ما كاينش العشاء. يعني الخمسة ديال العشية، 6 ديال العشية، هذا هو العشاء ديالو. كيدي يعني 3 د الليمونات في النهار كل دار، وعاد الفقيه المنى ديالو الثانيه. وكاين بعض المرات الدار كتجي فيه النوبه ديال الفقيه، وكتجي فيه النوبه ديال التلميذ. شوف ربي سبحانه وتعالى، وشوف الناس، وشوف الخير. كان الخير قليل والناس كانت قنعانه كتدي واجبات. شوفوا سبحان الله، اما اليوم تحيد هذا الشيء هذا، ولا كلشي كيغوت، ولو كاين الخدمه، كاين الفلوس، كاين كل شيء، وبنادم جيعان. ما كاينش هذا الشيء هذا، ما بقاش الا بعض المدارس في السوس حتى هما بخيرهم الحمد لله، ولكن باقي الحمد لله. كنهضروا دابا غير على الدواور ديال المناطق الصغيره، حتى المدارس الكبارات اللي كاين دابا جهه السوس وفي مراكش كاين الخير، كاين جمعيات، كاين كندوي غير على الدواور مزيان. هذاك الجامع كبر تبارك الله، وكيضربوا به الناس المثل. زهير بدا كيكبر، بدا كيفهم كثر، صافي ولا راجل، وما حد ميمتو معاه تما حتى هي معاوناه مزيان. يلا غاديه الحياه هي هذه، ضرب من هنا ضرب من هنا مزيان. انا ليا الفقيه غتنوض عنده الروينه. ها المشكل، بنتهم اللي سمعات بزهير حط زهير هز زهير حط زهير، جاتها الغيره القاسحه، صافي صافي بغات تموت من زهير، ولكن ماشي داك الغيره ديال بان ما كتحملوش، بغات تقرا، بغات حتى هي يشكروها الناس، بغات حتى هي تكون عندها الشهاده، بغات تكون حتى هي عندها شي حاجه كتحركها. علاش الولد هكذاك كيعطوا به الناس المثال وكيقرا حبوه الناس؟ علاش هي اللي هي بنت خصها تقرا؟ علاش؟ بدات مع باه ما بقاش حشمات، بحيث النوبه الاولى قالت ليه با غادي نقرا، شوف لياش من طريقه باش نقرا. ملي قالت ليه هكذاك، بحيث هما داك الناس بكري كانت عندهم الدري خصو يسدوا عليها حتى تدخل للزواج مغمضه بحال الرمانه، ما يشوفها حتى واحد. عندهم عيب بنت تقرا ولا تشوف ولا صافي. عندك بنت كديرها بحال شي زبده، خصك ديما تحاول عليها لا تذوب، صافي يعني مشكل. البنت خصها تقرا بأي طريقه وصافي. الفقيه ما رضاش، في صداع. بدات المراه وبدات البنت وبدا الانفجار وبدا الفقيه ما قادش على داك الصعوبات، هو يمرض، غاب على الجامع.
زهير كيمشي للجامع وكيشوف مع الطلبة والتلاميذ، يعني زهير في الجامع ولا هو الإيد الإيمن ديال الفقيه، هو الإيد يعني بلا الجامع بلا زهير ما كاين والو، حيت زهير هو كلشي. هي هذيك زهير كيشوف المعلم ديالو ما كاينش، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، اشنو غيدير؟ بدا كيسول هو، جات حشومه باش يمشي عنده للدار. هذا هو اللي كنقول، الناس كانت غافله ما عرفاش، يعني حتى الا بغيتي تمشي تدق على شي واحد كتقول عيب. زهير بدا كيفكر شنو غيدير، غادي يحشم ما غيحشمش، في الاخر ما حشمش، صافي ما صلان في راجل هو هذا صافي. غادي يبغي يمشي للدار، يدق في الدار ديال الفقيه، غادي يشوف اشنو وقع. هي هذه، أرى سبحان الله العظيم الفقيه حتى هو مريض ناعس كيحلم. في هذيك اللحظة اللي غادي يمشي فيها الولد غادي يدق على المعلم ديالو، الفقيه كيحلم بأن زهير غادي يجي عنده، ضربته الفيقة سمع الدقان، قال للمرأة شكون اللي كيدق؟ شوفي شكون يدق. هي تمشي لقات الشاب وسيم ظريف الآداب الأخلاق، غير في وجهه عرفته، يعني سبحان الله العظيم كنقول الإنسان كيبان على وجهه، ما خلاتوش يدخل، حيت قالت هذا غير ولد. جات عند راجلها اللي هو الفقيه، قالت ليه هذا راه غير الشاب ماشي راجل. قال لي خليه يدخل كيف ما بغى يكون، غير خليه يدخل. ديك الساعة قالت ليه مرحبا دخل. هو يدخل عند داك الفقيه المحل ديالو، سد عليه وبدا الفقيه كيدوي معاه بجهد الله، حتى الفقيه ملي شاف هذاك زهير تنقض وصح وفاق، بدا كيدوي. وهي هذيك بدات تحديثهم، بدا كيهضروا. الفقيه حتى هو ماشي شي واحد كذاب ولا فيه الشيكي، ولا ماشي بحال اليوم عباد الله، واليوم الناس والكذوب والكبرانيه. عطاه كل شيء، قال ليه ها شنو كاين ها شنو كاين ها شنو كاين ها شنو كاين ها شنو كاين، حتى عاود ليه كل شيء على بنته. زهير ما جاوب حتى شي حاجه، غير كيسمع وهز ديك الفكره في راسو وخلاها حتى يكون بوحدهم. وهي هذيك خرج في حاله بإذن الله. الفقيه هذيك الساعة غادي يمشي يصلي العشاء بالناس، وغادي يطلع على الشغل ديالو، وغادي يرجع بخير وعلى خير الغدا إن شاء الله. وكنتمنى لكم تشوفوا هذه الحلقة هذه بخير وعلى خير. هذه الحلقة حسن، ما كاين دابا غير مباراة، ما كاين دابا غير صداع، ما كاين غير تشويق في الحلقات. وغادي تشوف اشنو هاد زهير، لان بقات عنده جوج لوصيات، بقات الوصيه الاولى الثانيه وبقات الثالثه. دابا ها الاولى دازت وبقات الثانيه وبقات الثالثه، جوج الوصيات او لا جوج النصائح اللي بقاو مازال غادي تسمعوهم اش غادي يوقع. وغادي تشوف الراجل كيف غادي يكون. هنا فين كنقول عباد الله، الناس اللي بغى يكون راجل واللي بغات تكون امراه، خصها تجد لراسها وتعرف شنو كيتسناها، وتبني كانك كتبني الدار بالساس صحيح، ماشي اجي غير طلعها بالخوا الخاوي وشويه كتريب. والسلام عليكم والله يعاونكم في قصتنا السته.